السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفة ان انتي جربتي وصفات كتير جدا للبرجر، وان اليوتيوب مليان وصفات للبرجر، وان كل القنوات شاطرة والله. بس انا بقى جاية اوريكي خبرتي في البرجر، والحمد لله بفضل الله تعالى محدش داقه الا وشكر فيه. ومن الوصفات المعتمدة اللي ان شاء الله مش هتلاقي فيها ولا غلطة. اللي انتي شايفاه قدامك ده فول صويا. انا بشتريه من عند العطار وبنقعه في ميه سخنه، ومش تقلقي منه ولا تخافي ولا الكلام اللي بيقولوا عليه ان هو مضر للذكور، وان كترته مش عارفه هتزيد هرمونات الانوثه. ايوه الحاجات دي موجوده تمام، بس الكلام ده للمعدل وراثيا. احنا هنا بنشتريه من عند العطار، مش معدل وراثيا ولا حاجه، ده مزروع عادي خالص عندنا تمام. بس برضو كل حاجه تزيد عن حدها بتتقلب لضدها. هنا صوص المايونيز مع مستردة عليهم البابريكا المدخنة والثوم باودر والبصل باودر، هنقلبهم مع بعض لغاية لما البهارات كلها تختفي تماما. طبعا انتي بتعملي الصوص ده بكمية اللي انتي محتاجاها. عشان تزودي الطعم ممكن تحطي خيار مخلل، وتحطي كمان بصل مفروم ناعم، وتحطي كمان خل. ده كل دي زيادة في الطعم وحسب ما انتي بتحبي. اي صوص انتي بتعمليه لازم تسيبيه في التلاجة ساعة علشان كل المكونات تتجانس مع بعضها والطعم يظهر. انا هنا هسيبه ساعة. وطبعا كنت نقع كده الفول الصويا، هرجع له تاني واصفيه كويس جدا من المية. محتاجة ان هو يتصفى ما يبقاش فيه اي نوع مية. تمام كده. طيب احنا كده عندنا اللحمة هنا بتكون فيها نسبة دهن نسبة 25%. يعني لو كيلو هاتي فيه 200 جرام دهن لازم، علشان تدي طراوة للبرجر. هحط اللحمة على الفول الصويا، وهستخدم طبعا البهارات. لا اما بتعملي البهارات تشكيل البهارات حسب ذوقك، لا اما بتشتريها جاهزة وده الافضل. بتتباع اكياس، الكيلو بياخد كيسين، او تستخدمي زي ما انا بستخدم بجيبها بوة كاملة كده من شيفي ميكس، بحط عليها 70 جرام من خلطة البرجر تمام. وبظبط الملح، لازم جدا نظبط الملح علشان تظهر النكهات في البرجر. هنظبط هنا الملح زي ما انتوا شايفين، وحطيت خلاص البهارات. انا كنت بوضح لكم بس كمية البهارات وكمان نوع البهارات اللي انا كنت بستخدمها. طيب احنا عندنا هنا طريقتين علشان نقلل من ان البرجر يكش معانا. خدوا بالكم دي من ضمن اساسيات اللحمة، ان اللحمة بتكش، ده عادي خالص يعني. فاحنا مش هنعمل حاجة ضد الطبيعة يعني، ولكن احنا هنقللها. فإما بتحطي معلقتين كبار مايونيز، أو بتحطي بيض، والبيض بيكون أطعم ومتوفر أكتر كمان. أنا هنا ضربتها في الكبة لغاية لما كل المكونات تجانست تماما. زي ما انتوا شايفين بقت ظهر فيه، بيبقى فيه فتل كده في اللحمة، وده معناه ان هي ضربت كويس جدا. بسيبها تسقع شوية في التلاجة وبقسمها. أنا عامة بقسمها بالميزان، بحب تكون كل برجر شبه التانية، ولا واحدة تخينة ولا واحدة رفيعة. بعملها 100 جرام او بعملها 50 جرام. لو بعملها 50 جرام يبقى احط 2 في البرجر. لو 100 جرام بتبقى حلوة جدا في ساندوتش واحد، اللي هو ساندوتش اللي هو بيبقى العيش الكايزر الكبير المخصص للبرجر. هنا هستخدم اكياس تلاجة، وهقسمها نصين، وهستخدم كل كيس يبقى احطه زي ما هو كده. هتشوفوا الطريقة في الفيديو. بفتحه بحط جواه كورة البرجر اللي انا عاملاها، وبضغطها وكده. انا هحطها في الرسوم فوق بعض، واحطها في الفريزر عشان تجمد. وانا كده مش بحطهم بقى في اطباق ولا اي حاجة، هي على بعض كده وبستخدمها، وعمرها ما لزقت مع بعض. وبحطها في درج الفريزر خلاص كده، مش محتاج ان انا يعني احطها في اطباق او اي حاجة. وبصي مفيدة جدا، ولا عمرها بتلزق في بعض ولا اي حاجة، وبسحب منها زي ما انا عايزة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اقدر اطلعها بكل سهولة، ولا شكلها بيبوظ ولا اي حاجة. انا ان شاء الله اكون افدتكم في طريقة عمل البرجر. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.